لو انت عندك مخزن فطبعا محتاج شيت إدارة مخازن علشان تعرف كل الحاجات اللي موجودة عندك في المخزن، واستهلكت منها كام، واشتريت بايه، وبعت بايه، والحاجات دي كلها. فطبعا لازم يكون معاك شيت إدارة مخازن علشان تقدر تعرف كل الكلام ده. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف ازاي نعمل الشيت او نصمم الشيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنيجي هنا كده مثلا نبدأ نكتب الكمية زي ما احنا شايفين المشترى، وبعد كده هنيجي على الخلايا اللي بعديها نضغط دبل كليك علشان يبدأ يحتوي الكلام كده. نيجي بقى على الخلايا اللي بعدها كمية المباع، وبعد كده سعر الشراء، بعد كده نكتب سعر البيع، وبعد كده التاريخ زي ما احنا شايفين قدامنا كده نكتب التاريخ. نبدأ ان احنا نكتب بقى في الخانة اللي فوق دي المنتج بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده ننقل على الخانة اللي بعدها نكتب الكمية المشترى زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده إجمالي المباع، وبعد كده هنيجي مبلغ الشراء زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده مبلغ البيع زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده نكتب الكمية المتوفرة بالشكل ده، وبعد كده نكتب الربح زي ما احنا شايفين قدامنا الخسارة بالشكل ده. هنيجي بقى ننسق البيانات بتاعتنا، هنكون مثلا هنضغط هنا كده نحدد البيانات دي ونخليها مثلا من هوم كده بولد زي ما احنا شايفين. نكبر الخط بتاعنا شوية ونبدأ ان احنا نخليهم في النص كده، ونبدأ ان احنا نظبط بقى ايه الخلايا بحيث ان هي تحتوي الحاجات كده زي ما احنا شايفين قدامنا. نكبر او نوسع الاعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا كده ان هي تحتوي الكلام بتاعنا. نحدده كده نضغط كنترول تي، وبعد كده هنقول له نعلم علامة صح عشان يخلي العناوين بتاعتنا فيها قائمة منسدلة بالشكل اللي احنا هنشوفه زي ما احنا شايفين كده. نبدأ برضو نظبطها زي ما احنا شايفين كده، نظبط، وهنا برضو كده نفس الكلام. ولو احتجت برضو ان انت تكبر خانة زي ما احنا شايفين كده بتعمل الموضوع ده بكل سهولة. مثلا نعمل كده ونبدأ ان احنا ايه بقى نظبط الدنيا دي. نيجي بقى فوق نعمل نفس الكلام، هنيجي هنا كده نحدده ونخليه في المنتصف زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ نكبر الخط شوية. بعد كده ممكن مثلا ان احنا نخليه مثلا نظبط بقى ايه الخلايا ان هي تحتوي الكلام بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده زي ما احنا شايفين قدامنا. نبدأ ان احنا نحدد ده كده، نخليه بأي لون، وليكن مثلا اللون الأصفر ده، أو مثلا نخلي الخليتين دول كده بلون معين مثلا، وليكن لون مثلا زي ده. نبدأ ان احنا نعمل هنا كده، نبدأ ان احنا نحدد كده ونعمل خط من هنا علشان يبقى فاصل بين البيانات اللي تحت زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ممكن برضو نحدد ده كده ونعمل خط نفس الخط اللي فوق علشان برضو يبقى فاصل بين الجدول زي ما احنا شايفين قدامنا. هنيجي بقى في شيت تاني كده زي ما احنا شايفين قدامنا كده نكتب المنتجات بتاعتنا كلها اللي احنا هندخلها في الشيت بتاعنا. وليكن مثلا انا هبدأ اكتب مثلا المنتجات بالشكل ده افتراضية. مثلا ممكن بالشكل ده ماوس، ممكن مثلا مايك، ممكن شاشة، ممكن سماعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنيجي هنا عند الشيت الاولاني بتاعنا كده، هنبدأ نضيف المنتج عشان احنا ما عملناهوش في الاول المنتج بالشكل ده، ونضيف هنا مثلا ميم بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نحدده كنترول تي، وبعد كده نحدد علامة الصح نقول اوكي علشان يبقى نفس الموضوع كده زي ما احنا شايفين قدامنا. نظبط الخلايا بتاعتنا كده. طيب هنيجي بقى عند المنتج بالشكل ده وهنضغط على داتا بالشكل ده، وبعد كده داتا فاليديشن هنختارها من هنا، وهنا هنخليها ليست. وهنيجي عند السورس بتاعنا بقى اللي هي المنتجات بتاعتنا كلها، هنبدأ نحددها زي ما احنا شايفين قدامنا ونقول له اوكي. وزي ما احنا شايفين كده هيعمل لنا قائمة منسدلة فيها كل المنتجات بتاعتنا. ولكن مثلا هنا انا اخترت مثلا سماعة، ولكن مثلا انا اشتريت هنا في الكمية 20، ومثلا سعر القطعة 5، يبقى مثلا 5 في 20 هيبقى ب100 زي ما احنا شايفين قدامنا. ونبدأ ان احنا نيجي هنا نكتب 1، وبعد كده نقول له هنا 2 زي ما احنا شايفين، وبعد كده نقول له تاب، ونبدأ نعمل البيانات بتاعتنا. المنتج مثلا ماوس، هنقول له مثلا برضو انا اشتريت هنا مثلا 10، وسعر الشراء بتاعنا مثلا هيبقى الواحدة ب5
هيبقى مثلا 5 في 10 ب50 زي ما احنا شايفين قدامنا. ونبدأ بقى ايه ان احنا نعمل البيانات بنفس الشكل كده. انا طبعا هكتب شوية بيانات افتراضية وارجع عشان وقت الفيديو. دلوقتي بقى فاضل ان احنا نعمل المعادلات بتاعتنا. هنيجي بقى عند الكمية المشتركة بالشكل ده، هنكتب يساوي صب زي ما احنا شايفين توتال، هنختارها ونختار صم اللي هي رقم 9 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نعمل بقى ايه فاصلة، ونبدأ نحدد الكمية المشتركة كلها كده، ونقول له انتر زي ما احنا شايفين قدامنا. هيبدأ ان هو يحسب لك الكمية المشتركة كلها. طيب نسحب بقى ايه المعادلة عند اجمالي المباع، هتبص ليه حسب لك اجمالي المباع او الكمية المباعة زي ما احنا شايفين قدامنا. زي ما احنا شايفين قدامنا نسحب بقى عند مبلغ الشراء بالشكل ده، هيجيب لك اجمالي مبلغ الشراء. نيجي بقى برضو نسحبه عند مبلغ البيع زي ما احنا شايفين قدامنا، هيجيب لك اجمالي مبلغ البيع. طيب نيجي بقى عند الكمية المتوفرة، ازاي نجيبها؟ طبعا هنعمل يساوي زي ما احنا شايفين قدامنا اجمالي المشترى زي ما احنا شايفين قدامنا ناقص زي ما احنا شايفين كده مبلغ المباع، ونقول له اوكي. هيروح مدينا الكمية المتوفرة. طب ازاي ان احنا نجيب الربح والخسارة؟ احنا ممكن نحط الخانتين في خلايا واحدة علشان نقدر نجيب الخانتين. ممكن بقى ايه ان هي لو طلعت بالسالب يبقى في خسارة، لو طلعت ممكن طبعا تاني هيبقى الربح بتاعنا. هنروح عاملين مثلا كسر كده ونحط الخسارة معاها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. نمسح كده ونكتب الخسارة زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ نضغط دبل كليك علشان يكبر معانا الخلايا شوية. وهنقول له يساوي زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنقول له المبلغ البيع ناقص مبلغ الشراء. يبقى مبلغ البيع ناقص مبلغ الشراء، وهنقول له اوكي. لو طلع معانا بالسالب يبقى دي خسارة زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام. هاجي بقى تحت كده، وليكن انا عايز كل منتج لوحده علشان اعرف ايه المبيعات بتاعته واشتريت بايه وعملت ايه. هاجي عند المنتج كده واجي ان انا بقى ايه احدد مثلا السماعة واقول له اوكي. هيروح قايل لي الكمية 2، اجمالي المباع 0، المبلغ الشراء مثلا 10، مبلغ البيع 0، الكمية المتوفرة 10، الخسارة -10. زي ما احنا شايفين كده انا ايه خسران. طبعا بقى تقدر تجيب كل منتج لوحده. هنيجي هنا مثلا كده وليكن نختار شاشة ونقول له اوكي. هيجيب لك نفس الكلام، هيجيب لك الكمية المشتراه كذا، اجمالي المباع كذا، مبلغ الشراء كذا. طبعا كل الحاجات دي افتراضية. المبلغ البيع كذا، الكمية المتوفرة -29، الربح 29. كده الكمية خلصت زي ما احنا شايفين قدامنا. وهكذا في كل المنتجات اللي موجودة عندك تقدر تعرف عنها كل تفاصيل لوحدها زي ما احنا شايفين كده قدامنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم.